السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي ومتابعيني في قناة طبخ وفن. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كيكة صحية ومفيدة. هنعمل كيكة الشوفان بمكونات مغذية وبسيطة، وهتبقى بدون سكر خالص، وتنفع للي بيعملوا دايت، وتنفع للي بيقللوا نسبة السكر في أكلهم، وفي نفس الوقت هتبقى مسكرة بمكونات طبيعية 100%، وإن شاء الله تبقى لذيذة ومغذية. يلا تابعي معايا الفيديو على بركة الله، مشاهدة مفيدة إن شاء الله. بداية خالص بشفشق الخلاط هحط كوباية من الشوفان، عليها نص كوباية من اللبن، وعليها حوالي 9 تمرات فصلت النوع عنهم خالص، وجزرتين أنا بشربهم بالطريقة دي، وعندي 3 معالق عسل كبار، عسل نحل طبيعي، وعندي حبتين من البيض، وهضيف 5 معالق كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر حوالي نص الكيس، وكيسين من الفانيليا، واحط معلقتين من الزيت، ومعلقة خل كبيرة. هاخد الحاجات دي كلها واضربها في الخلاط وارجع لهم. بعد ما ضربتهم ونعمتهم كويس جدا، عندي قالب الانجليش كيك دهناه زيت، هبتدي افضيهم كده، هسوي كده القالب بتاعي وهحطه في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، ولما يطلع نقدمه سوا. والكيكة بتاعتنا الخطيرة طلعناها من الفرن وقعدت حوالي نص ساعة، واختبرتها بالخلة. لو طلعت الخلة من غير عجين خالص يبقى كده خلاص استوت. ريحتها جميلة ومنظرها في منتهى الجمال، وصحية بمكونات كلها طبيعية، وإن شاء الله تعجب كل اللي يدوقها. هبتدي بقى اقدمها على الطبق التقديم اللي احنا هنقدم عليه. هنبتدي نقطعها بقى، واللي حابب يحط على وشها عسل ويرش على وشها سوداني مجروش هيديها منظر من على الوش، وهيزود فيها نسبة السكريات. اتمنى فيديو النهاردة ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة صادقة من القلب بظهر الغيب. دمتم في رعاية الله وامنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.